يا هبه، هو احنا ما جبناش من دواء المناعه ده تاني يا حبيبتي؟ ما تقلقيش يا ماما، هو اتأخر بس وزمانه على وصول. ايوه بس احنا معانا فلوس لكل الادويه دي يا ماما. ربنا بيبعت الحمد لله. طب اقعدي اقعدي. معلش بس انا لازم اروح انشر الغسيل اقعدي واحضر اقعدي احضر لك الاكل. اقعدي يا حبيبتي، في شويه اسئله بس ما عنديش ليهم اجابه. اقعدي. هو فين الشاب اللي اتبرع لي يا هبه؟ مش قلت لك عايزه اشوفه؟ ايوه يا امي ما تقلقيش، هو بس اتشغل وانا كمان انشغلت. طيب وثابت؟ ازاي في المستشفى قالوا لي ان هو اللي عمل لي العمليه، ولما جه زارني انا سالته لقيته بيقول كلام كده غريب، يعني بيقول لي اصل انا كنت في المستشفى ولما عرفت قلت اما اخش اساعد، يعني كلام ما يخشش العقل يعني. يعني احنا هنكدب عليك يعني؟ والله مش عارفه، بس كلام ما يخشش الدماغ. يا مس فاتن، انت مش بتعملي دلوقتي تفتيش على الفصول؟ ارتاحي ونتكلم بعدين، ماشي؟ انا ما بعرفش انام دماغي يا هبه. هبه نعم. بصي لي، لو مخبيه عليا حاجه وعايزه تقوليها قوليها دلوقتي، سامعاني؟ انا صحيح كنت تعبانه وشكلي كبرت في السن تمام، بس ما بقتش البركه بقى اللي هتنيموها بكلمتين. اصحي. الدواء وصل. في ايه يا خيريه، مالك؟ ادخلي. بتعيطي ليه؟ ام درويش ماتت؟ لا، ام درويش ما ماتتش. طب بتعيطي ليه دلوقتي؟ العمليه تمت يا هبه، العمليه تمت. بتعيطي ليه؟ مش عارفه، انا اول ما درويش اداني كده الفلوس قلت كده، يعني زي ما صدقت ان خلاص فرجت بعد الهم اللي انا عشت فيه ده. ما درتش بنفسي غير وانا عماله اصح كده. شكرا يا هبه، شكرا يا هبه. خلاص يا خيريه خضتيني، يعني يوم ما تعيطي تعيطي وانتي فرحانه؟ ما انا ما اعرفش اللي بيفرحوا دول بيعملوا ايه، نسيت. بقالي كتير ما فرحت. خدي يا هبه. ايه دول؟ لا يا خيريه، انا مش هاخد الفلوس دي، انا قلت الكلام ده للاستاذ درويش. هي دي فلوس يا هبه؟ دي ملاليم. انت عارفه دكتور الكلى طلب من درويش كام عشان يلاقي لامه متبرع؟ 3 اضعاف اللي اداهولنا. امال هو جالك ليه؟ بس انا قلت له ان انا مش هاخد حاجه. بس ده مش من درويش. امال من مين؟ انا وكابونجا وعم نعيم اتفقنا ان انت ما ينفعش تطلعي من العمليه دي كده. ما ينفعش تطلعي كده من غير فلوس، انت برضو وراكي مصاريف وليله. لا يا خيريه، انا مش هاخد حاجه. انا زي ما اتفقت عملت. خدي اهي الفلوس، ان شاء الله حتى ما تصرفهاش، خليها عندك. لا. انت عارفه يا هبه ان في واحده النهارده اتكتب لها عمر جديد بسببك؟ انت عارفه ان في ناس اول مره هتنام مبسوطه النهارده برضه بسببك؟ انا همشي قبل ما اعيط. شكرا. العيان اللي كان جاي الجمال مات. مات ازاي؟ والعيان التاني اللي كنا جايبينه ليونس بدل زعزوع جسمه رفض الكلى. ده ايه الحظ ده؟ بص يا نعيم، انا وانت ناس كبار. انت راجل محترم شغال في مكان محترم، هنقدر نفهم بعض، صح؟ هنعمل ايه؟
استنيت العمليه واستنيت فاتن لما تقوم بالسلامه عشان ينفع نتكلم. الشقه اللي انت هتجرها جاهزه، والراجل من ساعتها هو بيزن وانا محنسه لحد ما تفوق من اللي انتوا فيه. لا فيك الخير يا حاج عبد الله، بس بعد العيشه دي كلها عايز تطلعنا من بيتنا وترمينا على السطوح انا وماما فريد في شقه اوضه وصاله؟ حد غيري كان واكل محامي وانت عارفه كده كويس. الشقه دي ايجارها هيجي دلوقتي 3 أو 4 أضعاف من اللي انتوا بتدفعوه. فيك الخير يا حاج عبد الله. طب قولي لي ايه العمل يعني؟ احنا كده فوق ال6 شهور انتوا بتدفعوش ايجار، والعقد بيقول فوق ال3 أشهر انا اقدر اتكلم معاكم. دول ايجار الفلوس المتاخره. هستنى منك بقى تبعت لنا الايصالات على البيت. نورت يا حاج عبد الله. تبي سلمي لي على الست فاتن. شرفت. يا هبه، واحنا ما جبناش من دواء المناعه ده تاني يا حبيبتي؟ انا عملت كل حاجه ومفيش حاجه نافعه. هي مبلغ طبعا، يعني صدقيني هحاول ادور يعني على سعر ارخص. احنا كده فوق ال6 شهور ما بتدفعوش ايجار، والعقد بيقول فوق ال3 أشهر انا اقدر اتكلم معاكم. هتعملي ايه بقى في كل ده؟ هتكفي عليه منين؟ انت بس اللي ما بتعرفيش تتصرفي صح وتمشي اللي في دماغك، تتعبي كل اللي حواليكي. هو ده ليه لازمه؟